أعمال الشغب في أنحاء الزريبة الفرنسية انتقاما لنائل رحمه الله. انتفضت الكثير من الجاليات في فرنسا سابقا وقامت بأعمال شغب، لكن عندما ينتفض الجزائري فاعلم أنها ستقوم القيامة. أضرمت النيران في مراكز الشرطة والبلديات والمدارس وقطار الترام والمباني العامة. تم نشر الرايد بعد الهجوم على سجن فراسنيس. توقيف 150 شخصا في فرنسا جراء أعمال شغب. وماكرون يدعو إلى اجتماع خلية أزمة. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم إلى اجتماع خلية أزمة وزارية بعد ليلة جديدة من أعمال الشغب إثر مقتل الفتى الجزائري نائل برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري. كتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة أنه تم إحراق أو مهاجمة بلديات ومدارس ومراكز شرطة، منددا بأعمال عنف لا تحتمل ضد رموز الجمهورية. وتتواصل الحوادث في فرنسا منذ مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما برصاصة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري في نانتير على مسافة حوالي 15 كيلومتر غرب فرنسا. وتصاعد التوتر ليلة الأربعاء إلى الخميس حول العاصمة، كما امتد إلى مدن أخرى مثل ليون جنوب شرق وتولوز جنوب غرب. ودعا ماكرون صباح اليوم إلى اجتماع خلية أزمة وزارية إثر تجدد أعمال الشغب الليلية على ما أعلنت الرئاسة. وتنظم مسيرة بيضاء بعد الظهر في نانتير تكريما لذكرى نائل بمبادرة من والدته التي أعربت عن غضبها.